الترند مهم بس مش على طول، في ترند خد ناس وقعهم من الارض طبعا. فانت لازم تشتغل على الترند فيما يلائم المجال بتاعك، مش اقحامه خلاص. تمام. بس هل ينفع بقى ان انا النهارده واحد عايز اعمل محتوى، عشان ده برضو حته عايز الناس تفهم. تمام. انا عارف اجابتها طبعا، بس افضل انت تقول لنا بقى اجابتها. هل ينفع ان انا يبقى عندي تنوع في المحتوى، ولا ركز على محتوى بعينه للاكونت بتاعي؟ طيب في ناس بدأت بنوع محتوى وغيرته بعد كده، تمام. وفي ناس تانية بدأت بنيش معينة، نيش يعني بنسميها عندنا فئة معينة، هي دي اللي قالت ان انا هخاطبها. وليكن انا مثلا بخاطب الناس المهتمه بالسوشيال ميديا، وايه الجديد في السوشيال ميديا، وازاي اكبر الاكونتس بتاعتي، وازاي اشتغل على يوتيوب بالاساس لان ده تخصصي، وحاجات ليها علاقه بالتسويق. تمام. ناس تانية دكاتره بيتكلموا في التخصص بتاعهم، خلاص انا عرفت انا داخل دلوقتي هيديني معلومه في الاسنان، خلاص عرفت دكتور اسنان ومتعود عليه. حد تاني في نصائح للتصوير والاضاءه والصوت ازاي يطلع كويس والحاجات دي كلها، فانا بتابعه وعارف انه بيقدم المحتوى ده، خلاص حلو. انا عرفت. طيب عندك ريسك بقى انك انت تشفت الكونتنت او تغيره من حاجه لحاجه، ده هيأثر عليك، مش يعني هياخد وقت عقبال ما الناس تتعود عليه. فانا نصيحتي انك من الاول خالص تبدا بمحتوى نيش دي، يعني انا خلاص هتخصص فيه مثلا التجاره الالكترونيه، خلاص مثلاً. انا عرفت ان انت متخصص في التجاره الالكترونيه، هروح اسمع نصايحك، هسمع الحاجات اللي بتتكلم عليها، هيفيدك بعد كده في ان انت كمان الكلاينتس هيجوا لك عارفين ان انت بتتكلم في المجال ده، فبالتالي هيجوا لك بالاسم. بودكاست بالشقلوب.